يعني تعزمي كل الشله دي وما يهونش عليكي تاخدي البيت ده، انت حتى ما يهونش عليكي تقولي طب تعالي. ايوه زوزو اتفضلي. عامله ايه؟ الحمد لله اتفضلي. لا مستعجله. ليه وراكي حاجه ولا ايه؟ راح اجيب مايوهات للبنات وحاجات للبحر عشان رايحين بكره مع اصحابي. ايه ده رايحين البحر؟ طب كويس تغيروا جو. خدي بقى ده. ايه ده؟ دول 2 كيلو بانيه، مم. تبلهم لي وحطهم لي في الفريزر يتفرزنوا عقبال ما اجي. ليه انتوا هتاكلوا 2 كيلو بانيه يا زوزو؟ انت من العيال؟ موعده اصحابي بقى ان انا اللي هعمل لهم الاكل، بس دول 2 كيلو بانيه لو وقفت بقى غسلتهم وكده هياخدوا وقت. فانت كده قاعده يا غاده ما وراكيش حاجه، اعملهم لي بقى عقبال ما اجي. ماشي. يا بالليل لو رجعت بدري هاخدهم منك، ما رجعتش بدري يبقى بكره الصبح هطلع عليك. يلا باي باي. هو ايه ده؟ هو ايه ده بجد؟ هو في كده؟ ايه اللي جاي عطشاني 2 كيلو بانيه اعملهم لها واتبلهم لها واعمل ده؟ حتى ولا جابت بقسماط ولا جابت اي حاجه اعمل لها بيها، ولا حاجه للتتبيله ولا بيض ولا زبادي ولا اي حاجه. ايه ده بجد؟ هو في كده؟ ده حتى ما هنش عليها تقولي طب تعالي معانا البحر. ده ايه ده؟ ما شفتش بجاحه كده والله. ماما لسه رحنا ولاد عمي يا ماما. البانيه جامد اهو. ايه يا بطه؟ عايزه اروح مع ولاد عمي. شيلوا لها بقى على بعض. تروحي مع ولاد عمك البحر؟ مش هينفع يا بطه. ليه يا ماما؟ ما بيجوا معانا في كل حته ماما، لما بنروح نصيف بيجوا معانا يا ماما. مش عارفه مرات عمك هترضى تاخدك معاها ولا لا، عشان عمك مش رايح معاها. طب فعلا رحت معاها يا ماما. طب لما تيجي انا هسألها، لو رضت تاخدك معاها هخليكي تبقي تروحي. اسألها هتيجي كمان شويه تاخد البانيه وهسألها. ايوه فاطمه افتحي الباب. يا بطوطه عامله ايه؟ زوزو تعالي. ايه ده؟ تعالي حبيبتي. خلصتي؟ خلصت. استني هجيبهولك. ماشي. تسلم ايدك يا غاده. تسلمي يا زوزو تعباكي اتفضلي. معايا على طول كده. لا ولا يهمك. انت نسيتي بقى تجيبي لي البقسماط والحاجات ديت. حطيت بقى حبه من ده على حبه من ده، بس معلش ممكن يطلع حامي سنه بقى، معلش يا زوزو. مش مشكله يا غاده، مش انت حطيتي؟ طيب خلاص مش مشكله. بقول لك يا زوزو عايزه اطلب منك طلب والنبي. بطه بتعيط وعايزه تروح معاكم البحر. تروح معانا؟ فما تاخديها معاكي معلش. تروح معانا؟ خديها معاكي مع العيال. شبطانه عايزه تروح مع عيال عمها. بصي يا غاده، انا في البحر ما بحبش اتحمل مسؤوليه عيال. انتوا رايحين بحر مقفول يا زوزو واحنا عارفينه، بتروحوا على طول ما لا معلش يا غاده، الا البحر يعني اخدها معايا في اي حته، لكن البحر انا ما اتحملش مسؤوليه عيال، يا اما اهلهم يبقى معاهم يا اما ما تجيش. طب ما انا باخد لوجي وجانا معايا البحر يا زوزو لما انت تبقي مش موجوده. والله يا غاده لما بيجوا معاكي انا عيالي اولا كبار، وثانيا عمهم بيبقى معاكي وبيبقى اخد باله عليهم، انا ببقى مديهم لعمهم، لكن انا انت عارفه انا طالعه مع اصحابي، هاخد بالي بقى من عيالي ولا اخد بالي من بنتك؟ لا معلش ما اقدرش اخدها معايا. انت شايفه كده يعني يا زوزو؟ يا غاده ما فيهاش زعل. كل ده ما يهونش عليكي تاخدي البت معاكي البحر؟ معلش مش ما يهونش عليا. انا حطيت الدم في الاكل اللي انتوا هتاكلوه في البحر. ماشي، بس انت ده اكل يعني انت تعزميهم على قفايا يعني. تعزمي كل الشله دي وما يهونش عليكي تاخدي البت ده، انت حتى ما يهونش عليكي تقولي طب تعالي حتى، طب تعالي انت معاها حتى. اصل ده بالحجز. ما انت خارجه. لا ولا انا ناسي انت خارجه مع اصحابك صح؟ ايوه خارجه مع اصحابي، وده بالحجز يعني احنا حاجزين الباص وحاجزين كل حاجه، فمش عامله حسابي ان انت تيجي معايا والله يا غاده. لا ولا يهمك يا زوزو. معلش يا غاده مره ثانيه. يلا سلام. بجحتها اقول لها خدي عيله معاكي البحر، تقول لي لا. طب في عليا ولا وعازمه البحر كله وانا اللي طافحه الدم دي؟ ما هنش عليها بالكدب تقول لي ما تيجي معانا. وحياه ربنا ما عامله لها حاجه تاني. الميغه اللي هي كانت عايشه فيها دي والله لو اوقفها. انا فعلا غلطانه زي ما ماما بتقول لي ان هي مستعبطاني. فعلا هي مستعبطاني ومستهبلاني.